السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى احنا عاملين مع بعض سينابون. وما ادراك السينابون، يعني حته من قلبي كده موجوده هنا يا جماعه في الطبق ده. بصوا الشكل، بصوا المنظر، حاجه تحفه وريحه تحفه. كنا قلبين البيت بسبب الصينيه القمر دي. عايزه اقول لكم القطعه من ديت بره والله برقم، والله برقم يعني. وعايزه اقول لكم دي يعني تفاصيلها بسيطه جدا جدا. تعالوا اقول لكم التفاصيل بتاعتها، وان شاء الله تكون سهله عليكم وبسيطه وما تكونش يعني مكلفه ولا متعبه خالص. تمام. معايا 3 كوبايات دقيق. هنزل بالمواد الجافه على بعض، بس هنزل عليهم على طول 3 كوبايات دي بكيس خميره فوريه، ومعلقه بيكنج باودر، و3 معالق كبار من السكر البودر. تمام كده، مفيش اي حاجه، وذره ملح بسيطه قوي. هنزل عليهم بقى 3 4 معالق سمنه بلدي او زبده صفراء اللي متاح عندك. اهم حاجه يا سمنه بلدي يا زبده صفراء، علشان ده هيفرق جدا جدا في الطعم. السمنه البلدي او الزبده الصفراء. هنزل عليهم ب2 بيضه. تمام كده، بس كده. انا مش عايزه اي حاجه غير هنزل على البيض طبعا بذره فانيليا، يعني ده حاجه اساسيه. بس كده هندعك بقى كل الكلام ده بايدينا كده. طبعا ايدينا مغسوله كويس قوي. هفرك الدقيق مع السمنه مع البيض مع الحاجات دي كلها، تمام، لحد ما يبقى عجينه رمليه كده. دي حاجه اساسيه جدا. هنزل عليها الكلام ده كله بقى بكوبايه لبن. انا حطيت كوبايه الا ربع، على حسب ما اشوف الدقيق بتاعي بيشرب لبن ولا لا، سوائل ولا لا. بس كده. بس انا استخدمت ربع كوبايه، يبقى كده انا استخدمت كوبايه لبن. وكمان احتجت ان انا احط حوالي 4 5 معالق، يعني حوالي ربع كوبايه كمان. يعني ال3 كوبايات دقيق بياخدوا كوبايه وربع من اللبن. تمام كده. ولازم لبن، ما تقولوش ميه، مش هتلاقوا طعم ونتيجه كويسه وتست حلو يعجبكم في الاخر زي اللي انتوا هتشوفوه. بس هنا بصوا الاربع 5 معالق اللي انا احتاجتهم فوق كوبايه اللبن، انا كملتهم بالميه لان بصراحه ما كانش عندي لبن. هو ما فرقش قوي، بس اساسي كوبايه اللبن. اهم حاجه هنا ندعك العجينه دي كويس قوي. كل ما تدعكي العجينه اكتر كل ما تبقى تحفه. واي يعني معجنات كده، انك تدعكي العجين جامد جامد وتعجني كويس قوي. انا هنا عجنت حوالي 10 دقايق يعني، او ربع ساعه كمان. بس لحد ما خدت الملمس حلو كده، وحسيت ان العجينه عامله معايا يعني زي الملبن زي ما بيقولوا. وايدي طبعا نظيفه جدا، مش بتبصم في ايدي خالص. الدنيا تمام وزي الفل زي ما انتوا شايفين. بس كده العجينه بتاعتي ناعمه خلاص. لميناها، هنسيبها ترتاح شويه. بس هغطي الكلام ده بستريتش وهسيبها شويه. وبعد كده ايه، شويه دي حوالي نص ساعه، ساعه الا ربع بالكتير. انا عايزاها ترتاح وطبعا تخمر معايا. لو انت مش متاكده من الخميره بتاعتك، اختبريها في معلقه سكر وشويه ومش لا مش شويه ميه، لان احنا مش هنستخدم ميه. معلقه سكر وكوبايه اللبن مثلا. بس كده. هنيجي هنا بقى نعمل الحشوه بتاعتنا. معايا هنا طبق فيه 4 معالق سكر، في 3 معالق قرفه. انا عشان بحب القرفه فبزود فيها. لو انتوا مش حابين تزودوا القرفه ممكن تستغنوا عنها، بس هو معروف ان الحشوه دي بتبقى بالسينامون، بتبقى بالقرفه. ممكن نحط معلقه واحده قرفه، معلقه واحده قرفه ومعلقه كبيره كاكاو، وطبعا 4 معالق سكر. بس كده. بحب اعلي التيست بتاع الكاكاو معايا بايه، بربع معلقه بن اللي هي القهوه اللي هي سريعه الذوبان. اي قهوه بقى عندك متاحه، مش موجوده خالص وحابه تستغني عنها برضو براحتك. اهم حاجه سكر كاكاو قرفه. بس كده. بنعمل ايه، بنخلط الكلام ده كله. دي الحشوه بتاعتنا. نيجي بقى العجينه بتاعتنا بعد ما خمرت خلاص، لانها كده تضاعف حجمها. يبقى هي كده الخميره بتاعتنا تمام وزي الفل. هنلم الكلام ده كله كده. وبعد كده نيجي على الرخامه بتاعتنا كده تكون نظيفه، ونرش عليها ايه شويه دقيق، ونفرد معاه عليها العجينه بتاعتنا. انا عايزاها عجينه رقيقه، وهعملها نظام مستطيل، ما تكونش مدوره، تكون يعني مستطيله شويه عشان انا هلفها رول. تمام. وعايزه اقول لكم على حاجه، العجينه لو هي بنفس التفاصيل اللي احنا قلنا عليها هتتفرد معاكم بكل سهوله، مش هتحتاج نشابه اصلا. بس كده. هفرد العجينه بتاعتي بالنشابه، وهعملها مستطيله كده شويه. تمام. وبعد ما هفردها بقى هخليها بالسمك اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. انا عايزاها رقيقه، يعني حوالي الارتفاع بتاعها بتاع نص سنتي.
مش اكتر من كده، لان هي لسه هنركنها هتخمر تاني ولسه هتدخل الفرن فهتخمر تاني. فمش عاوزين ان احنا نخليها سميكه قوي عشان كمان ما تبقاش معجنه من جوه. احنا هنلف هنا رول، فما دام ما احنا هنعمل رول هيبقى فيه طبقات على بعضها كتير عشان ما تبقاش القلب من جوه عجين. واهم حاجه في السينابون بنخليه يخمر مره واتنين وتلاته. بنخليه يخمر اول مره بعد ما بنعجنه، وتاني مره بعد ما بنقطعه، وتالت مره بعد ما بيدخل طبعا الفرن. بس عندنا زبده صفراء او سمنه بلدي، تمام، دي اساسي في السينابون، سمنه بلدي او زبده صفراء. ما ينفعش في السينابون نهائي استخدم اي سمنه من عفوا سمنه من اللي هي المعلبه، لا. في حاجات معينه كده بيبان الطعم بتاعها من السمنه والزبده. بس هجيب بقى طبعا السمنه بعملها كده يعني بالراحه جدا بالسباتولا بتاعتي، وبوزعها على قد ما بقدر، وما بخليش اي حته ما فيهاش سمنه او زبده. بس كده. وطبعا بعد ما نعمل كل الكلام دوت ونخلي كل الاماكن اللي بتاعتنا اللي في العجينه ما فيهاش حته فاضيه من غير زبده، ضروري، لان الزبده دي هي اللي هتديني الطعم وهي اللي هتمسك الحشوه اللي احنا هنرشها عليها دلوقتي. تمام كده، كل حاجه واضحه قدامكم، مفيش اي حاجه جايه مش في الفيديو، ملكوش اي حاجه. عايزه اقول لكم سهله جدا جميله جدا يا جماعه، برقم والله القطعه من دي بره في المطاعم برقم. تمام، دي الحشوه اللي احنا جهزناها، اللي هي القرفه والكاكاو والسكر، وطبعا ذره البن اللي احنا حطيناه عشان اعلي بس من تيست الكاكاو بتاعي. بس هنوزع كده يعني عشوائي كده كل المكان بعنينا، احنا شطار يعني. كل الاماكن اللي في العجينه اللي ما فيهاش نوزع عليها كده، وبعدين هنجيب بايدينا كده بقى هنضغط ضغطه بسيطه كده في كل حته، بحيث ان احنا نخلي الحشوه مع الزبده يتماسكوا مع بعض كده، ويبقى في ما بينهم يعني اتساق زي ما بيقولوا. شايفين لونها بيعمل ازاي؟ بيعمل عشان احنا بنضغط عليها. بس هنيجي من الحرف بقى وهنعمل بالشكل ده، نمسك الحرف ونتنيه كده وهنلفها حركه دائريه. بس كده هنمشي كده بالطول ونتني ونفرد وهنلف رول، ويا لهوي كان مهرجان. هنا بقى ولادي عمالين يقولوا ايه يا ماما ده، انتي لحقتي يا ماما تعملي كل ده؟ لحقتي ايه؟ انا ما خدتش في ايدي اصلا حاجه. تحفه تحفه، طعم وريحه وحاجه ملهاش حل بجد. جربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا جدا جدا. بس كده انا هنا لفيت رول تمام، وجيت عند الحرف بتاعي وقفلت كويس جدا زي ما انتوا شايفين بالظبط. اهم حاجه نقفل كويس عشان ما تجيش تتفتح مننا وهي بتستوي. تمام كده، وهنضغط تاني رايح جاي كده مرتين تلاتة. بس كده هنجيب معايا بقى خيط من الدبارة او خيط عادي، انا ما كانش عندي خيط من اللي هو التخين الدبارة ده، جبت الخيط بتاعي عشان رفيع قوي، عملت كذا طبقة كده وقطعت طبعا قطعة قطعة. معلش اول واحدة بس جت كبيرة معايا شوية، بس تمام، كنت عاملة حساب ان هي ايه هضغط عليها حبة عشان اقفلها من الناحية التانية. بس اهم حاجة احنا بنقطع وبعدين بنضغط بايدينا زي ما هتشوفوا بالظبط. حاولوا على قد ما تقدروا تعملوا بقى ايه احجامها زي بعضها، ما تكونش واحدة كبيرة واحدة صغيرة، بس انتي وراحتك، عايزة تعمليها قطعة كبيرة ماشي، عايزة تعمليها صغيرة ماشي. انا كنت بعملها قطعة صغيرة علشان الولاد اللي ياخد قطعة يقدر يخلصها، برضه تبقى تقيلة. بصوا بقى التحفة ده، بصوا الجمال والعظمة اللي هنا دي، بصوا خطيرة خطيرة بجد. طبعا غطيتها معايا استرتش او باي كيس مطبخ شفاف كده، وبس كده، وهنسيبها طبعا يتضاعف حجمها وتخمر ونرجع تاني. زي ما احنا شايفين بقى هنا هنعمل معانا الصوص بتاعنا بتاع السينابون. وطبعا مش عايزه اقول لكم الصوص ده تحفه قد ايه. ده تقدري تستخدميه على الكنافه وعلى البسبوسه، وبصوا في اي حاجه، داخل في اي حاجه وكل حاجه. بصوا ده الاقرب لقلبي في اي حشوه، خطير. بس احنا هنا الصوص ده انا لما عملته بصراحه جه مني تقيل شويه، يعني كان عايز معلقتين 3 لبن كمان. بس عايزه اقول لكم هو تقيل ملوش حل، يعني خطير. بس السينابون بيحب الصوص ده خفيف شويه بحيث انه يتشرب منه. تمام كده،
بس انا هنا بصراحه السينابون بتاعي لقيته واسع قوي، الصينيه واسعه قوي عليه، وكانت الكميه مش مستاهله، فهنا نقلتهم بالراحه جدا في قالب صغير. طبعا دخلنا الفرن وطلع معانا من الفرن. بصوا شكله، بصوا شكله عامل ازاي. ده ولسه ما حطيناش الصوص بتاعنا. كان عندي صوص شوكولاته، وطبعا كلنا عارفين صوص الشوكولاته، وكان عندي وصوص كراميل، كيس الكراميل اللي هو بيبقى مع الكريم كراميل. تمام. وده طبعا الصوص بتاعنا. المفروض ان هو ما يبقاش تقيل كده، المفروض ان هو يبقى سايل، بس هو كده كده سايح من السخونيه بتاعه السينابون، وكان خطير وطعمه يجنن. الصوص ده على فكره لما قلتش مكوناته تلاقيت جدا في شكل السينابون. المقادير بتاعته ايه؟ عباره عن 2 قطع من الجبنه النستون، تمام، ومعاهم 4 معالق زبده و4 معالق سكر، تمام كده، وذرة فانيليا. انا حطيت معلقه كريم شانتيه باودر كانت عندي يعني، فقلت ان هي اعزز الطعم، لكن لو مش موجوده مش مشكله، هو طعمه يبقى حلو جدا بالمقادير بتاعته دي. 4 معالق سكر باودر و4 معالق زبده وقطعتين جبنه كيري او جبنه مثلثات، اي نوع جبنه متوفر عندك، وهنضربهم طبعا في الخلاط، وبنديهم 4 معالق كده من اللبن لحد ما نحصل على القوام المظبوط. بصوا بقى، في هنا عظمه. انا هنا كنت بتكلم وكنت باكل، ما كنتش قادره استحمل بصراحه، كانت ريحتها وطعمها خطير، والصوص ده كان يجنن وطعمها يجنن، والدنيا كانت مقلوبه، وتحس ان انتوا قاعدين كده في مطعم يعني، واو بجد. بصوا، بصوا الجمال اللي هنا ده. قدموا الاكل بقى بالشكل ده. انا بحب قوي قوي لما نعمل حاجه حلوه نقدمها بالشكل ده، حاجه تفتح النفس كده، يعني العين تدوق قبل ما بقنا يدوق. جربوا بقى السينابون بتاعي، ويا ريت يا ريت بجد جربوه، هيعجبكم جدا. تفاصيله مش كتير، ارخص في البيت كتير من ان احنا بنشتري القطعه دي بره برقم اقسم بالله. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، ويا رب اكون خفيف على قلبكم. السلام عليكم ورحمه الله.